أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادتنا كل سنة في الصيف نمضي الأجازة كلها في بيت جدي باسكندرية حوالي 3 شهور. شقة كبيرة جدا في بيت 4 أدوار، كل دور بيه شقة واحدة بإحدى شوارع حي محرم بيه. وأذكر عندما كنت طفلا صغيرا لا أتجاوز السادسة، فذات يوم وكان الوقت بعد العشاء سمعنا صراخ وصويت على السلم. جرى خالي وفتح باب الشقة وبص من بير السلم، لقى الصراخ جاي من الدور التاني أو القاط التاني حسب لغة الإسكندرانية. فنزل يجري يشوف في ايه ومين ده اللي بيصوت، ونزلت وراه. وكان ورانا نبوية اللي ساكنة في أوضة فوق السطوح، هي وبنتها زينات. ووصلنا لمكان الصوت لقينا عيلة الحاج مصطفى اللي ساكن في الدور الأرضي سبقونا واقفين، ومعاهم أبلة عفاف وأختها أبلة الأولى سكان الشقة بالدور التاني، وهم بيحضنوا زينات بنت نبوية ويهدوها وهي بتبكي وتصرخ وجسمها كله بيرتجف من الخوف. انزعجت نبوية وخبطت على صدرها وقالت يا لهوتيني، مالك يا بت؟ وجرت واخدتها في حضنها وهي مخضوضة، فضلت تسألها في انزعاج في ايه قوليلي مالك، ايه اللي حصل لك؟ والكل بيحاول يعرف في ايه اللي خلاها تصرخ بالشكل الهستيري ده. ردت بكلمات متقطعة ومن بين دموعها المنهمرة، وشاورت على مكان في الحيطة، في حيطة السلم، وقالت شفت راجل على الحيطة دي. الكل سكت، لكن خالي قطع الصمت وضحك وقال لها فين الراجل ده؟ طب راح فين؟ ده خيالك يا عبيطة، هو في حد يشوف على الحيطة إلا خياله؟ يلا خديها يا نبوية واطلعوا عشيها ونيميها، ده انت طلعتي خوافة قوي. وطلعنا، وعلى باب الشقة بالدور الثالث كانت الحاجة أم ميمي وأبلة ثانية أخت جوزها اللي عايشة معاها واقفين وبيستفسروا. فكان خالي يرد بسخرية، البت شايفت خيالها على الحيطة قعدت تصرخ وتقول راجل. طلعنا لحد شقة جدي بالدور الرابع وهو الدور الأخير، وكانت أمي وخالتي واقفين على باب الشقة وقالوا لها خير يا نبوية؟ مالها زينات كفانا الشر؟ ردت نبوية مش عارفة ايه اللي حصل، كل يوم اروح اجيبها من المشغل اخر النهار، بس النهاردة كنت تعبانة قلت لها ارجعي لوحدك. رد خالي يا شيخة مفيش حاجة، دي بس بتدلع عليكي عشان ما تعمليش كده مرة تانية وتخليها ترجع لوحدها. ردت خالتي بابتسامة دي كبرت وبقت عروسة زي الفل، عندها 17 سنة، ما بقتش صغيرة، لسه مستنية أمها توصلها. وضحك الكل بما فيهم زينات اللي بدأت تهدى شوية. دخلنا وقفلنا باب الشقة، فقالت خالتي يا عيني البت اتخضت لما شافت خيالها على الحيط. رد خالي وقال لها خيالها ايه؟ انا بس بقول كده مش عايز اخوفها، ده الشيخ طلع لها. وقبل ان يسترسل شفت امي اشارت له بعينها يعني ما يتكلمش قدامي. فقلت له مين الشيخ ده يا خالي؟ فردت امي وقالت بحزم انا حطيت العشاء، روح بسرعة اغسل ايدك قبل ما تاكل. لكن فضلت كلمة الشيخ طلع لها ترن في ودني. وفي يوم بالليل لقيت أبلة ثانية بتنادي علينا، جريت فتحت الباب وخرجت أمي معايا وقالت لها أيوة يا ثانية. فلقيناها بتسيق السلم ابتداء من شقتهم في الدور الثالث حتى عتبة الدور الثاني. فقالت أمي لا خير. فقالت بصوت منزعج مساء الخير يا أبلة، في حد من عندكم كان دلوقتي على السلم؟ ردت أمي لا يا أختي،
محدش لا طلع ولا نزل. قالت اصل انا سمعت حد بيكح في ودني. ردت امي ده بس بيتهيألك. ردت ثانية وقالت انا برضو في الاول قلت كده، بس سمعت مرة تانية حد بيكح في ودني. لا، ده انا متأكدة. ردت امي بنبرة اشفاق، وكان ايه لزومه تسيقي السلم في الوقت ده؟ ما الصباح رباح. قالت كنت بنفض الشقة وقلت اعمل السلم بالمرة. فضلت امي واقفة تتكلم معاها، يعني عاوزة تونسها، لحد ما خلصت وطلعت شقتها. حكايات وقصص كتير قوي يتصادف وقوعها واحنا موجودين، لكن محدش راضي يحكي لي عن حاجة ابدا، رغم ان انا كنت حاسس بان اللي بيحصل حاجة غريبة، حاجة لها علاقة بعفريت على السلم. ولما كانت الضرورة تقتضي اني انزل بالليل اشتري حاجة مثلا من عند البقال، كنت اقول لامي وانا مش بس خايف، وانا ميت من الخوف، هنزل بس بشرط تقفيلي على باب الشقة وتناديني طول ما انا نازل، وكمان وانا طالع. وطبعا كان نور السلم منور. مرت السنين ووصلت لسن يسمح لي باستيعاب تلك الحكايات، فسألت خالي وقلت له ايه حكاية الشيخ اللي بيطلع على السلم؟ ابتسم وقال لي بص يا سيدي، واحنا طالعين من القاط التاني للقاط التالت نشوف خيال بهدوم شيخ لابس جبة وعمة. قلت له علشان كده قلتوا عليه الشيخ؟ قال لا، وفي حاجة تانية، ان مكانه الشقة التانية. قلت له شقة أبلة عفة وأبلة لولا؟ قال لي ده كان أبوهم الله يرحمه كان يحكي إنه لما يقوم علشان يصلي الفجر كان يلاقي خيال الشيخ واقف بيتوضع الحوض اللي في الصالة. على فكرة في كل شقة حوض في الصالة معمول بشكل شيك علشان الوضوء، ولو عندك ضيوف عاوزين يغسلوا ايديهم يغسلوها في الحوض ده بدل دخولهم الحمام. نهايته قلت له قبل عفة وقبل لولا عارفين ان معاهم في الشقة شيخ؟ قال لي عارفين، ودايما يقولوا ان معانا شيخ مبروك حارس الشقة والبيت، وله أوضة مخصوص عندهم، أوضة الخزنة، وهي أوضة جوه أوضة اللي حاطين فيها شوارهم من صيني ومفروشات وكل حاجة. ده مرة لولا دخلت الأوضة علشان تنفضها شدها من إيديها وخرجها منها، بس ما بيأذيش حد. هو يطلع على الحيطة وساعات يهزر، يحط إيده على كتفك أو راسك، يمسك كولة الجاكيت، يعني حركات كده دمها خفيف. كل ده وأمي وخالتي قاعدين مش عاجبهم الكلام. فسألت أمي، قالت باستغراب والله يا ابني ما صدق الكلام ده خالص، لا عمري شفت شيخ ولا فقيه، ما أنا مولودة ومتربية في البيت ده. ردت خالتي تؤكد كلام أمي وقالت أنا بستعجب مين اللي بيقول إن في شيخ بيطلع، كلام. وفي الحقيقة مش بس أمي وخالتي اللي اختلفوا مع خالي في الرأي، ده كمان انقسم سكان البيت جميعا بين من ينكرون وجوده تماما وبين من يؤكدوا انهم يروه ويحكوا عنه مواقف كتيرة. حتى بعض الزائرين من الأقارب والمعارف اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ده كان بيطلع لهم وأصابهم بالخوف والفزع. طيب بالنسبة لي بقى، ما احنا كنا بنقعد فترات طويلة في اسكندرية. أذكر مرة إن أنا كنت راجع أنا وأخويا من محطة الرمل، ووقف أخويا يشتري حاجات كانت أمي طلبتها منه. قلت له طب أنا هرجع على البيت لحد أنت ما تشتري الحاجة من عند البقال. فرحت البيت
وأنا طالع السلم تصادف إن النور كان مقطوع، فقعدت أحاول بكبريت معايا إن أولع أنور، لكن الكبريت كان بمجرد إنه يتشط يتحرق. فاستمريت في الصعود لحد ما وصلت للدور الثاني، وفجأة لقيت حد نازل قدامي خطوة، فوقفت مكاني وقلت مين؟ ما ردش، ولكن نزل خطوة تانية، قلت مين؟ ما ردش، ونزل خطوة تالتة. رحت نازل جري، واخويا لقاني واقف جنبه عند البقال اتصبب عرق وحموت من الهلع، برغم ان انا كنت شاب وقتها. ولكم بقى انكم تحكموا وتقولوا وتفسروا الموضوع ده. المهم، عندما تقدم السن بأبلة عفاف وأبلة لولى ويأسوا من أن يكون لهم نصيب في الجواز، هداهم المولى سبحانه وتعالى لفكرة عظيمة، فجمعوا ممتلكاتهم ومدخراتهم واشتروا حتة أرض وبنوا عليها مسجد وفوقه شقة يعيشوا فيها الفترة الباقية من عمرهم في الدنيا، ليؤول المسجد والشقة للأوقاف بعد رحلهم لتكون صدقة جارية. وبعد ما عزلوا للبيت الجديد كنت أسأل خالي عن الشيخ، فيقول باستغراب من يوم ما عزله اختفى وما بيظهرش خالص، باين عليه راح معاهم. الحقيقة قصة الشيخ حيرتني، ايه سبب وجوده في البيت ده؟ وليه كان بيظهر لناس وما بيظهرش لناس تانية؟ وليه اختفى وساب البيت بعد ما عزلت أبلة عفاف وأبلة لولى؟ وهل كان من أسباب عدم إتمام أي مشروع جواز ليهم، رغم إنهم كانوا ما ينقصهمش حاجة، فهم من عيلة ومتعلمين ومراكز وظيفية محترمة وستات بيوت شاطرين؟ الأسئلة دي حيرتني كتير. يا ريت